السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازاي بيتم تحديد انواع النباتات الداخلية اللي تنفع تعيش في البيت عندنا؟ طيب، النباتات الداخلي اللي بتبقى في المشاتل معظمها في صوب، بتبقى درجات الحرارة عالية جوه الصوبة، وبرضه الضوء بيبقى متوفر. لكن للأسف لما بناخدها من المشتل ونروح البيت عندنا النبات بيبتدي يتهالك ويموت تدريجيا. طيب، احنا بنحدد ايه اللي ينفع عندنا بناء عن كمية الضوء. يعني عندي مكان مثلا في الريسبشن وعندي شباك ازاز وفي ضوء قوي، ممكن معايا ينفع دراسينا بانواعها، نخيل رابس، ممكن ينفع اوجاستا، ممكن ينفع اللهم صل على سيدنا محمد مونستيرا، بوتس، سانجونيوم. معظم انواع النباتات الداخليه تنفع ما دام الضوء قوي. جاردينيا كمان. طيب لو الضوء خافت والضوء قليل، البوتس بيعيش اكتر، السانسفيريا جلد النمر بتعيش اكتر. يبقى انا ما ينفعش اجيب نبات من النباتات الداخلي بيحتاج ضوء قوي واجي احطه عندي في مكان مظلم خالص والستائر متقفله طول اليوم. بالتالي النبات هيموت معايا تدريجيا مع الوقت مش هيكمل. طيب اي نبات داخلي لازم تربته تبقى تربه خفيفه، الافضل انها بتكون تربه صناعيه، والافضل كمان انها تبقى كوكوبيت ونسبه رمل. طيب، جبنا نبات داخلي وحطيناه في مكان ضوء قوي، ببتدي انظم الري ليه. ما ينفعش يبقى الري باستمرار والري على طول بزياده، لان النبات برضه هيتهالك. يبقى تنظيم الري مهم جدا للنبات الداخلي. انتقاء الانواع اللي تنفع تعيش عندي على حسب كميه الضوء اللي موجوده في المكان، وده طبعا انا بساله للبياع، وهو المفروض ان هو بيفيدني يعني بالانواع اللي تنفع. والمفروض وانت بتشتري بتبص في المكان، بتشوف النبات ده طالع من صوبه، النبات ده طالع من مكان مقفول، صوبه مقفوله خالص او لا. المهم ان انت بتجيب النبات تكون ظروفه الطبيعيه تناسب طبيعه المكان عندك علشان يكمل ويعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.